مضت 37 سنة على الترحيل التعسفي لمغاربة من الجزائر، وبقيت صور المخيمات التي أقيمت بوجدة والناظور شاهدة على عمق المأساة. واستحضارا لهذه الذكرى نظم لقاء تواصلي بالناظور مع ضحايا الترحيل لتدارس آخر مستجدات ملفهم الصعب. وهذه الندوة اللي احنا دايرينها إن شاء الله هذه المرة يعني كتعطي واحد النزاهة والشفافية، وكنطلب من الحكومة المغربية أن تدعمنا. يعني هذا الملف راه يعني صعيب شويه بزاف علينا، يعني هذا الملف كيخصو ناس خبراء معنا. شهادة حية لضحايا الترحيل القسري، نساء ورجالا فقدوا كل شيء، متاعهم وممتلكاتهم وأقارب لهم، وعانوا الأمرين ولا زالوا يعانون إكراهات مادية حتى اليوم. أنا جيت 75 شهر، نهار 25 في شهر 12، ورانا حنايا لا سكنة لا والو. يعني واش كان كاري 55,000 وانا عندي 160,000 فرنك، واش غادي نخلص بها الكرا ولا نخلص بها نديها بها نقرب بها الاولاد ولا نديها للطبيب؟ رسالتنا من اعداد ملف لمرافعه حول القضيه امام منظمه العمل الدوليه وبمجلس حقوق الانسان الدولي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبلجنه حقوق الانسان بالامم المتحده المتعلقه بحقوق العمال المهاجرين. المغاربه ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يطالبون اليوم بانصافهم ووضع ملفهم العالق في السكه الصحيحه، وإنهاء معاناة مع قضية تعرف اليوم بمأساة 40,000.